السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم كده فرخة عتقية. قلت نجرب سوا، انا اول مرة اجربها وهقول لكم هي حلوة ولا لأ، واجيبها تاني ولا مش هجيبها تاني. انا كده معايا حلة فيها مية بتغلي على النار. انا غاسلة الفرخة دي من بالليل ونقعاها في مية وخل وملح وسكر في المحلول بتاعها، عشان انا سمعت ان هي ما بتستويش بسرعة، فعشان كده انا نقعتها من بالليل في المحلول ده. وبعد كده اول ما غليت شويه كده، بصوا هي ولا طلعت اي حاجه ولا ريم ولا اي حاجه، هي مش مطلعه بسم الله ما شاء الله غير سمنه بس. هحط كده طماطميه مقطعه، وهحط بصلايه مقطعه كده 4/4، وبعد كده هحط التوابل: فلفل اسود، البهارات السبعه، 5 فصوص حبهان مفتوحين، بهارات فراخ، رشه صغيره كبابه صيني، وكام ورقه لورا بس. ونزلت عليهم كده في الشوربه. بعد كده بقى بعد شوية أنا قلت لما اختبرها كده، فقعدت أشوفها بالشوكة. هي بصراحة لحمها شديد شوية كده يعني. وبعد كده هنا كده في حلة على النار، أنا عايزة أعمل بقى عليها شوربة خضار عشان الشوربة بتاعتها دسمة جدا فعجبتني. أنا مقطعة كده الكوسة والبطاطس وغسلاهم كويس ومقطعاهم مكعبات كده. وفي حلة على النار حطيت حتة سمنة وقلت أشوحهم بيها. طبعا البسلة والجزر دول أنا مفرزاهم، فلازم تجيبي الحاجة متفرزة زي ما هي كده بتلجها وتحطيها على النار علشان خاطر ما ينفعش تفك وبعدين نستخدمها. اول ما هتفك معايا كده على النار على طول هنزل بحبة ملح حبة فلفل اسود، وهشوح بقى كده لحد ما اشم ريحتها كده هتعجبني. على طول هنزل عليها بقى بالشوربة. الشوربة بسم الله ما شاء الله دسمة وجميلة وعجبتني قوي. وبعد كده بقى هسيبها تستوي. وفي حلة بقى تانية على النار هحط حتة زبدة أو سمنة أو زيت ذرة اللي عندك استخدميه، مفيش حاجة هتقول لأ. مقطعة بصلاية كده مكعبات. أول ما تحمر معايا هنزل عليها بنص كيلو طماطم، نص كيلو طماطم ضربها في الخلاط. بصوا أول ما اتسبكت معايا كده على طول أنا كده مفرزة السبانخ برضو زي ما هي، ولا عملتها على بخار ولا أي حاجة. أنا غسلت السبانخ وقطعتها، وبعد ما حطيتها في مصافي نشفت حطيتها كده في الاكياس، فرغت منها الهواء وحطيتها في الفريزر وانا بستخدمها كده. وبصراحة بتطلع معايا كأني لسه جايباها زي ما هي خضرة، فهي بصراحة بتعجبني وجميلة قوي. انا كده حطيت عليها بس كبشتين شوربة علشان هي بتنزل مية، فانا مش عايزاها تبقى الشوربة بتاعتها كتير. وضفت لها هنا ملح وفلفل اسود بس. اول ما دخلت معايا كده واستوت ودخلت معايا في السوا، معايا هنا كده حزمة كزبرة غسلها كويس ومقطعاها، نزلت عليها كده وهي خضرة. بعد كده بقى هسيبها 3 دقايق كده وخلاص على كده. وهنعمل لها بقى الطشة بتاعتها الجميلة. هنا برضو معلقة سمنة او زبدة او زيت ذرة اللي عندك استخدميه، مش هيقول لا. هنحمر كده معلقة توم كبيرة، واول ما تبتدي تطلع ريحة معايا هنزل عليها كده بمعلقة كزبرة. واول ما تتحمر معايا بقى على طول هنزل بيها على السبانخ بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله بقى، مش عايزه اقول لكم على الريحه، حاجه كده روعه. اللهم بارك. هنا بقى كانت الفرخه استوت معايا، وانا عايزه اعمل لها خلطه كده ادخلها بيها الفرن. حطيت معلقه صلصه وعليها معلقه سمنه او زبده او زيت اللي عندك برضو استخدميه، وملح وفلفل اسود، وربع معلقه صغيره بودره زعفران، وخلطتهم مع بعض كده وبدعك بيهم الفرخه زي ما انتم شايفين كده. وهدخلها الفرن، واول كده ما تاخد لون معايا هخرجها على طول. طبعا بقى انا اقول لكم تجربتي في الفرخه دي، الشوربه بتاعتها رائعه وجميله، بس انا بصراحه مش هجيبها تاني علشان خاطر هي شديده شويه وناشفه، فما عجبتش ولادي بصراحه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.